بقالنا كام يوم شايفين حملة معمولة على رضا عبعال. طب هو السؤال يا جماعة، احنا كنا فين من بدري؟ يعني ايه انتوا كنتوا فين من بدري؟ انتوا دلوقتي جايين تشوفوا ان رضا عبعال حلقة الفساد اللي موجودة؟ يعني انا بقالنا كتير بنتكلم في الموضوع ده. رضا عبعال بينتقد من ايام ابراهيم صلاح. فاكرين ابراهيم صلاح بتاع الزمالك؟ فاكرينه؟ ما هو منتقد من ايام ابراهيم صلاح بما بقى طارق حامد بلعيبة الأهلي كلها، محمد هاني وحسين الشحات بإمام عاشور. يعني هو طول عمره بمروان، ومش شايف إن الناس دي كلها لعيبة وهو الوحيد اللي لعيب، مش شايف إن الناس دي كلها مدربين وهو الوحيد اللي مدرب. فالناس دي كانت فين؟ يعني انتوا لسه شايفين دلوقتي إن الراجل ده هو سبب من أسباب إن الدنيا فيها احتقان بينه وبين الجمهور، ما بيقولش الحق، بيقول اي كلام عشان خاطر يركب الترند او عشان ياكل عيش. ولما بتيجي تدوس عليه يقول لك انتوا عايزين تقطعوا عيش. لما تيجي تتكلم عليه يقول لك انتوا عايزين تقطعوا عيش. طب ما تسكت، اتكلم فني، ما تشغلش بالك بحاجه تانية. وخلي بالك هو مش هو لوحده. يعني تعالى كده يعني في لعيب اسمه محمد عبد الله لعب في الاهلي والزمالك والاسماعيلي، اقسم بالله ما عمل هو لعب في الاهلي باين سنه او سنتين. في السنتين دول جاب بطولات ما جابهاش طول حياته، وما جابهاش ولا جاب بطولات في اي حته لعب فيها تاني. يعني طالع يقول لك الاهلي من اسباب اللي فيه الاسماعيلي. يعني طالع من يومين ثلاثه كان مع احمد جمال، طالع يقول ان الاهلي هو من اسباب اللي بيحصل للاسماعيلي دلوقتي. يعني الاهلي هو اللي بقى له مثلا اخر مره خد لعيب منه كان متولي من حوالي 5 6 سنين بفلوس باعلى رقم، دخل الاسماعيلي ما دخلوش من ساعتها. هو السبب. هل هو السبب في ان هو اشترى اللعيب الكولومبي ده اللي هو كان بيبيع ابو فاس في رمسيس واداله دولارات، ودلوقتي رافع عليه قضيه؟ هو اللي اشترى لعيب من تونس ما لعبش، هو اللي اشترى لعيب من مش عارف منين ما لعبش، هو اللي اشترى لعيب منين قعد ساعه ومشي. هو يعني مين اي عاقل يقول كده؟ ده انتوا عليكم فوق ال 10 مليون دولار. 10 مليون دولار وانتوا عندكم موارد ايه اصلا عشان تصرف 10 مليون دولار؟ يعني اما احنا عايزين نفهم اللي يعني ان كان المتكلم عاقل فالمستمع عاقل اكيد. يعني فانت يا كابتن مش لازم تدخل الاهلي في جمله مفيده وهجيب ترجع تقوله هو الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه ليه؟ ما هو بسببك، بسبب اشكالك والناس اللي بتتكلم بالاسلوب دوت. ان كان انت ولا عفت نصار ولا الناس اللي بتطلع، بالذات الناس اللي بتطلع مع احمد جمال. يعني انا شايف ان كان رضا عبعال والناس اللي بتطلع مع احمد جمال هما جاب لك احمد المرغني. مين احمد المرغني؟ حد يفتكر حاجه عن احمد المرغني؟ انا ما افتكرش حاجه عن احمد المرغني غير ان هو خد على وشه وقعد في البيت. ده اللي احنا نعرفه عن احمد المرغني. طالع برضه عايز يركب الترند. يعني ما فيش اي كلام او اي حاجه بتتقال في صميم المواضيع. يعني تعالى كده اتكلم في صميم المواضيع، مش هتلاقي حد فيهم بيتكلم في فني قوي، حد فاهم اصل الاهلي، اصل شركه الاهرام، اصل كلام عايشين فيه من زمان. يعني قصه الاهرام دي احنا عايشين فيها من 2002، دلوقتي داخلين في 2004 او احنا دلوقتي في 2024 والاهرام سايبه الاهلي بقى لها 15 سنه واحنا زي ما احنا، واحنا اعلى قيمه تسويقيه، واحنا اعلى كل حاجه في اي حاجه. فلازم كل واحد يقعد على الشاشه يقول كلام لازم يكون هو عارف هو بيقول ايه وبيوصل ايه، عشان ما ترجعش بعد كده تندموا، ما ترجعش تقول اي كلام وخلاص. يعني انا المفروض الناس اللي بتتكلم على قنوات يجيبوه كده، تعالى انت ازاي قلت كلام زي ده وبناء على ايه وايه هو السبب؟ ما انت كده بتعمل فتنه، والفتنه حصلت وكان هيحصل مشكله تانية او مصيبه تانية في ماتش المصري والاسماعيلي. وهي اصلا في الاول وفي الاخر دي كوره يا جماعه، ما تستاهلش ان حد يتعور ولا يموت ولا يحصل له حاجه بسبب كلام او بسبب حد بيقول كلام بيقوي الناس تانية على بعض. فهي في الاول وفي الاخر هي كوره، بنحب الكيان بنموت في الكيان بنعشق الكيان بنروح وراه في كل حته انما حد يموت بسبب الكيان لا طبعا. ما تستاهلش الكوره، ما تستاهلش ان حد يموت بسبب حاجه مش مستاهله خالص. فنرجو الناس اللي عامله الحمله على رضا عبعال تكمل على الكل. تعالوا كله يتحاسب، كله يتكلم، كله
واللي مش قد المسؤوليه ما يطلعش على الشاشه. اللي هيقول كلمه هتمس الجمهور لازم يتحاسب، هتعمل رد فعل بين الجمهورين لازم يتحاسب، هيقوم الناس على بعض لازم يتحاسب، عشان ما يحصلش كده تاني. المفروض ان الوقت ده يا كابتن محمد يا عبد الله، يا كابتن رضا عبعال، يا كابتن عفت نصار، يا كابتن احمد جمال، ان ده وقت ان انت تقف فيه ورا مصر، تقف ورا منتخبك، الناس كلها بتتجمع، محدش بيبص ورا الاهلي والزمالك. بتعملوا فتنه ليه؟ يعني ليه بتعملوا ان الناس ترجع تبعد عن بعض، وترجع تتخانق مع بعض وتزعق مع بعض بسبب ان انتوا بتتكلموا في حاجات بقالها 20 سنه؟ وهي كلها معتقدات انا شايفها ان هي غلط. يعني هي في دماغك انت بس. هو الاهلي خد لعيبه الاسماعيلي؟ ممكن تقول لي مين اللي الاهلي خده من لعيبه الاسماعيلي؟ يعني ممكن تقول لي كده انت يا كابتن محمد، غير حضرتك والكابتن محمود متولي والشيف عبد الفضيل، انتوا الثلاثه اللي خدتكم من الاسماعيلي بفلوس، الباقي كله احنا واخدينه من انديه بره مصر. في المقابل انت كنادي اسماعيلي اديت الزمالك كام لعيب؟ وبرده ده مش بتاعي انا مالي، انت تدي اللي تديهوله وهو يديك اللي يديك، ما دي كوره في الاول وفي الاخر، وكل واحد من حقه يعرض ومن التاني يوافق او ما يوافقش. ده اللي انا اعرفه، ده اللي انا اعرفه. انا اعرض لك انت تبيع، طب خد انت هتدي، لا مش هتديني خلاص براحتك، محدش هيقول لك انت ما اديتنيش اللعيب ده ليه؟ في مقابل ان انا مثلا من 2015 ما خدتش منك لعيب، وانت من ساعتها وانت بتعاني، وانا من ساعتها وانا باخد كل البطولات. اغلبيه اللعيبه جايبها من بقيه انديه تانية، ان كان من انبي، ان كان من سموحه، ان كان لعيبه. ما هو دي الكوره. ان كان هي دي الكوره، فلازم كل واحد يبقى عارف هو بيقول ايه وبيتكلم عن ايه. وبنتمنى من النادي ان كل الناس تهدى وتركز مع المنتخب عشان نقدر نرجع بالتاني. شكرا.